في أروقة السياسة الدولية لا شيء يحدث بمحض الصدفة. عندما تطلب إدارة ترامب من رعاياها مغادرة دولة معينة، فهذه ليست مجرد توصية أمنية عابرة، إنها شفرة دبلوماسية تعني أن شيئاً كبيراً على وشك أن يقع. لماذا قررت واشنطن عدم تعيين سفير رسمي والاكتفاء بقائم بالأعمال في الجزائر؟ ولماذا تتسارع وتيرة التقارير الاستخباراتية التي تربط بين النظام هناك وبين التحالفات المثيرة للجدل في الشرق الأوسط؟ نحن أمام مشهد معقد، حيث المصالح تتصادم وحيث التاريخ يكتب فصوله الأخيرة لنظام وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الرياح الدولية المتغيرة. لكن هذه لم تكن القصة كاملة. ما يحدث خلف الكواليس يشي بأننا لسنا فقط أمام أزمة دبلوماسية، بل أمام إعادة هيكلة جذرية للمنطقة بأكملها. الجزائر اليوم تقف في عين العاصفة. النظام هناك قرر الرهان على محور يراه بديلاً للهيمنة، لكن واشنطن وتل أبيب تريان في ذلك تهديداً مباشراً لمصالحها الاستراتيجية في شمال أفريقيا والساحل. التقارير الصادرة من الكونغرس لا تخفي قلقها من الصفقات العسكرية الكبرى، لا سيما المقاتلات المتطورة التي يراها الغرب خطاً أحمر قد يخل بالتوازن الإقليمي. واللافت هنا ليس فقط السلاح، بل التوجهات السياسية، فبينما يطالب العالم بالاستقرار، يختار النظام هناك نهجاً يعاكس التيار، مما جعل ملفاته توضع تحت المجهر في دوائر القرار بواشنطن. هل يمكن لهذا الرهان أن يصمد أمام إعصار الضغوط الدولية؟ الحقائق تشير إلى أن الأمور تجاوزت مرحلة التكهنات ودخلت في نطاق الحسابات الميدانية. في عالم اليوم الرادارات لا تكذب والأقمار الاصطناعية لا تنام. بدأت التقارير تتحدث عن استخدام تكنولوجيات متطورة جدا لرصد القواعد العسكرية والتحركات الاستخباراتية في مناطق حساسة. هناك حالة من الاستنفار التقني، حيث تستخدم طائرات تجسس مسيرة لاختبار كفاءة الرادارات الموجودة، وكأنها رسالة مشفرة تقول: نحن نرى كل شيء. عندما تتحرك المقاتلات في مهام استطلاعية دقيقة، فذلك يعني أن الهدف قد تم تحديده، وأن الخطط لم تعد ورقيا فحسب، بل أصبحت جاهزة للتنفيذ في حال تجاوزت التوترات سقفا معينا. ما حدث بعد ذلك سيصدم الجميع، فالتحركات ليست عسكرية فقط، بل هي حرب معلومات تهدف إلى شل قدرة النظام على المناورة، بينما تتصاعد الأصوات داخل تل أبيب بضرورة وضع حد نهائي لهذا المحور الذي يهدد أمنها القومي. أكبر خطأ قد يقع فيه أي نظام هو الاعتقاد بأن روسيا أو الصين ستخوض حربا بالنيابة عنه. شاهدنا كيف تصرفت تلك القوى العظمى في الشرق الأوسط، شعارهم دائما هو: هذه ليست معركتنا. عندما اشتدت الأزمات تراجع الجميع واكتفوا بمصالحهم الاقتصادية. الرهان على الشرق في لحظة الحسم هو رهان على الرمال المتحركة، فبينما كان النظام يعتقد أنه جزء من نظام دولي جديد، اكتشف أن حلفاءه يبيعون مصالحه من أجل استقرار اقتصادياتهم، تاركين الساحة خالية أمام الإعصار القادم. العالم لا يرحم الضعفاء، والتحالفات التي لا تستند إلى المنفعة المتبادلة المباشرة تنهار كبيت من ورق. والواقع أن الضغوط التي يتعرض لها نظام الملالي وشركاؤه في المنطقة أثبتت أن أحداً لن يمد طوق النجاة عندما تبدأ الضربات الحقيقية. في ظل هذا الضجيج يقدم المغرب نموذجاً مختلفاً تماماً. بينما يتخبط الآخرون في أزماتهم، يفتح الملك محمد السادس الحوار الأخوي الصادق، مؤكداً على أن الاستقرار يكمن في حل المشاكل بعيداً عن التدخلات الخارجية التي لا تجلب سوى الدمار. المغرب اليوم أصبح وجهة عالمية بفضل موقعه الاستراتيجي وأمنه المستقر، فالموانئ تزدحم بالسفن، والمشاريع الكبرى تجذب الاستثمارات، والاتفاقيات العسكرية تضمن حماية السيادة. هناك وعي مغربي بأن ما يحدث في دول الجوار ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة لخيارات سياسية خاطئة يمكن تجاوزها. أما المخططات الكبرى فهي تتحدث عن تحولات ديموغرافية وجيوسياسية تضع الجزائر أمام مفترق طرق، فإما الانفتاح والتصالح مع الواقع أو التقهقر نحو سيناريوهات أكثر قتامة. نحن نقترب من منعطف 2026، كل المؤشرات من التغيرات الدبلوماسية إلى التحركات العسكرية، من الضغوط الاقتصادية إلى تغير المزاج الدولي، توحي بأن الوقت ينفذ.
النظام الذي راهن على الصدام قد يجد نفسه وحيداً أمام عاصفة لا قبل له بها. إن الدرس المستفاد من التاريخ الحديث بسيط: الأنظمة التي لا تسمع صوت شعوبها ولا تدرك موازين القوة تنتهي غالباً في زوايا التاريخ المظلمة. هل سيتدارك القادة هناك الموقف قبل فوات الأوان، أم سيستمرون في غيهم حتى ينهار كل شيء؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وربما تكون المفاجأة هي أن الحل كان دائما في متناول اليد لو كانت هناك إرادة حقيقية للتغيير.